السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي ومتابعيني في قناتي مطبخ أسماء الشناوي. راجعين مع بعض النهاردة وهنعمل أكبر أوردر جاتوه أنا عملته في حياتي، وهو كان عبارة عن 100 قطعة من الجاتوه. الأوردر أخد مني تقريبا 36 بيضة و3 كيلو من الدقيق الإسبونج، وأخد مني كمان فانيليا والمحسن. وهنشوف عملنا ايه. أنا سويته على 6 مقادير أو 6 مرات، المقدار نص كيلو. اول حاجة هنعمل مع بعض، هنبدأ ناخد في العجان بتاعنا، هنحط 6 من البيضات، يكونوا بيض كبير من اللي هو الابيض ده، وكل 6 بيضات هنحط لهم نص كيلو من الدقيق الاسبونج، وهنحط عليه معلقة صغيرة من المحسن الجل ورشة من الفانيليا السائلة، او لو مفيش ممكن تحط فانيليا بودر عادي. وهنحط على المقدار نص كوباية من المية، وهنشغل عليهم العجان لحد ما القوام يتضاعف معانا ويكون كريمي اهو. انا دلوقتي بحط الدقيق والمكونات بتاعتي، وهبدأ اشغل عليهم العجان على سرعة هادية الاول، وبعدين هبدأ اعلي السرعة بتاعتي على اقصى سرعة. انا هنا كنت خلاص الخليط بتاعي كان اتعجن، شايفين ما شاء الله ميل العجان بتاعي. وكمان يعني سر نجاح الاسبونج بتاعك انك تلاقيه عامل المنقار اللي في المضرب ده، ما يكونش سايل معاكي. هنا خلاص شايفين ما شاء الله تبارك الله، كان حلة العجان اتملت بالاسبونج بتاعي. انا هنا جبت صينية مقاس 30 في 27، وبدأت افرش فيها ورق اللي هو زي ورق الزبدة او الحواوشي او اي ورق ابيض عندك، ممكن لو عندك كراسة رسم تحط منها عادي. وهبدأ انزل فيها الخليط بتاعي، وانا كنت مشغلة الفرن بتاعي الكهربائي من اول ما بدأت ان انا احط مكونات الكيك بتاعي في العجان. كنت مشغلاه على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط، ودخلتها على فرن حامي، وبعدين هديت الحرارة بتاعتي خليتها على 180. هنا خلاص كانت اخدت تقريبا ساعة، واختبرتها بالخلة، ولما الخلة طلعت نضيفة خلاص خرجتها زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ اشيل من عليها الورق وهي سخنة علشان الورق ما يلزقش في الكيك بتاعي. ما شاء الله عالية ومرتفعة، واللون بتاعها تحفة بجد، ما شاء الله تبارك الله. انا سويت ال6 مقادير معايا بنفس الطريقة، وهبدأ ان انا اخد الوش بتاع الكيك بتاعي. احنا هنا تاني يوم مش في نفس اليوم، انا سويت في يوم وسبتهم غلفتهم في اكياس وحطيتهم في التلاجة وسبتهم لتاني يوم، وقمت الصبح بدري اشتغلت فيهم. احنا هنا تاني يوم انا بدأت اشيل الوش بتاع الكيك، واحنا اتفقنا ان وش الكيك بيكون كله زفارة وبيكون رقيق وملوش اي لازمة وبنشيله بنرميه عادي. انا هنا بدأت اقسم الكيك بتاعي على 3 طبقات. انا خدت اول 3 كيكات او 3 اسبونشات، هبدأ اشيل الوش بتاعهم زي ما انتم شايفين كده واقسمهم 3، علشان لما ابدأ احشي يكون الكيك جاهز معايا، مفضلش اقطع واحشي وبعدين اقطع واحشي وكده. انا فضلت ان انا اقطعهم مرة واحدة وبعدين ان انا احشيهم مرة واحدة، وعملت 3 ب3. هنا زي ما انتم شايفين كده انا بقسمه ما شاء الله، شايفين اهو. انا هبدأ اقسمها ل3 طبقات، بس انا هعمل الجاتوه بتاعي ارتفاع طبقتين بس، مش هعمله 3 طبقات. انا هنا ابدأ اعمل الكريمة بتاعتي، وهي هتكون عبارة عن ربع كيلو من الكريمة، هنحط له كوباية من السكر، وهنحط له كوبايتين من المية المثلجة. ربع كيلو الكريمة بيكون عبارة عن كوبايتين، والكوبايتين بياخدوا كوبايتين من المية، وبياخدوا كوباية واحدة بس من السكر. انا هشغل عليهم العجان واسيبهم برضو لحد ما القوام بتاعهم يتضاعف وتملي معايا العجان. انا هنا بقى ايه، في اول طريقة لحشو الكيك بتاعي، ان انتوا تحطي في الكيس وتعملي خطوط زي ما انا عملت كده، وتبدأي تفرديها إيه زي ما انا فردتها كده. بس الطريقة دي بصراحة انا مش بفضلها او مش بحبها، بس انا حبيت اعملها معاكم يعني عشان اوريها للناس اللي إيه بتستصعب ان هي تفرد الكريمة. وهبدأ احط تاني طبقة كده من الكيك بتاعي،
وهبدأ ان انا احط عليها طبقة بسيطة خالص الاول من الكريمة، تقريبا معلقة صغيرة بس كده من الكريمة، وافردها عليها علشان مراية الكيك معانا ما يكونش فيها اي فتافيت. اهو انا بحط حاجة بسيطة خالص من الكريمة واضغطها كده زي ما انتم شايفين، علشان لو في اي فتافيت ما تطلعش معايا على الوش وتبوظ لي شكل الجاتوه من فوق. شايفين بقى التاني طبقة لما انا حطيتها ما فيش فيها اي فتافيت خالص ورايقة جدا من الفتافيت بتاع الكيك. اهو انا هبدأ افرد فيها كده واسويها، ما اخليش مكان عالي ومكان واطي، احاول ان انا اساوي الكيك كده الكريمة تكون كلها ارتفاع واحد من جميع النواحي علشان ما تبقاش ناحية واطية وناحية عالية. اهو يعني انا لقيت مكان اول ما بدأت اساوي حسيت ان في مكان واطي عن المكان التاني، فبدأت ان انا ازود كريمة وهرجع امسح تاني بالسكريبر بتاعي. انا هنا جبت السكريبر المشرشر وبدأت ان انا اخد خطوط برضو كده على وش الجاتوه، بتديله منظر حلو يعني. وابدأ اخدها كده على صينية واحطها في التلاجة لحد ما اخلص الكمية اللي معايا منها. الكريمة هتمسك ووقت ما اجي اقطعها تكون ثابتة معايا، ومش هبوظ شكل الكيك بتاعي وانا بقطعه او شكل الجاتوه بتاعي وانا بقطعه، ومنها على ما اخلص باقي الكمية اللي معايا. هنا زي ما انتوا شايفين كده برضو بدأت اخد برضو الكيك التاني، ودي كانت دي كانت رابع كيكة معايا. انا قلت لكم ان انا عملتهم على مرتين كل 3 مع بعض. دي كانت رابع كيك معايا برضو، بدأت ان انا اشيل الوش بتاعه وانضفه زي ما انتم شايفينه كده، يعني اخلي الوش بتاعه رايق خالص ما يكونش فيه اي حاجة من الوش الرقيق اللي هو اللي بيكون فيه الزفارة. وابدأ برضو اخدها واقسمها برضو 3 طبقات. انا مسرعه الفيديو جدا على فكره، يعني انا فضلت اشتغل فيهم فتره طويله، بس انا سرعت الفيديو علشان ما يكونش طويل معاكم. هبدأ برضو اخد اول طبقه وهبدأ برضو احط فيها الكريمه وافردها، وزي ما قلت ما نخليش مكان او ناحيه عاليه عن الناحيه التانية. واحط كمان طبقه. انا عملتها طبقتين علشان الجاتوه ده كان معمول لمناسبة، وفي نفس الوقت مش عايزين التكلفة تكون عالية، فاحنا انا حبيت وانا اللي اقترحت كده يعني ان احنا نعمله بس طبقتين مش نعمله 3 طبقات. وما شاء الله على فكرة يعني انا زودت كريمة في النص علشان الارتفاع بتاعها يبقى عالي، وعلى فكرة كان ارتفاعها ما شاء الله تبارك الله كان حلو قوي، ما كانتش واطية ولا حاجة. وهعمل برضو نفس اللي عملته معاكم قبل كده، برضو هبدأ برضو اشيل الوش بتاع الكيك وهبدأ انضفه وهقطعه واحشي برضو بالكريمة من جوه. انا جهزت كل الكيكات بنفس الطريقة وحطيتهم في التلاجة كلهم، وبعدين زينت من على الوش مرة واحدة. دي الفتافيت اللي انا بقول لكم عليها، ده كل وش الكيك ده خلاص هنرميه ملوش اي لازمة. هبدأ برضو اقطع بنفس الطريقة. انا بحدد الاول إيه التقطيع بتاعي علشان لما اجي امشي الترانش بتاعي ما تبقاش ناحية عالية عن الناحية التانية. هبدأ برضو احشي بالكريمة. وهحط برضو طبقة تانية من الكيك بتاعي، وهبدأ برضو احط طبقة ايام من الكريمة زي ما قلت علشان الفتافيت ما تطلعش معايا في وش الجاتوه او في مراية الجاتوه.
وهبدأ احط كمان كريمة، ازود بقى كريمة براحتي، بس اهم حاجة ان احنا نحط حاجة بسيطة بس من الكريمة الاول وبعدين نزودي براحتك. عايزة اقول لكم انا كان جنبي مية سخنة، لما بمشي السكريبر على وش الجاتو انا بحطه في المية السخنة وبعدين امشي على الجاتو وارجع احطه في المية السخنة تاني، وجنبي فوطة بمسح السكريبر في الفوطة واحطه في المية السخنة علشان وش الجاتو يكون متساوي معايا. المية السخنة بتخلي الكريمة يعني شكلها املس خالص، وبتكون ناعمة جدا من على الوش. شايفين ما شاء الله، اصلا يعني الكيك كان طري جدا معايا وكان حلو قوي بجد، وما كانش لا بيتفتفت ولا اي حاجه. انا هنا تقريبا كانت الكريمه خلصت معايا، فانا ضربت كريمه تانية. على فكره الكميه دي إيه اخدت مني تقريبا كيلو ونص من الكريمه. انا هنا هبدا ان انا اعمل هبدا ان انا ازين الجاتو بتاعي. انا معايا صوصات بقى، معايا صوص فراوله ومعايا صوص مانجا، هبدا احطهم على وش الجاتو. ده صوص الفراولة اللي هو جيليو الفراولة، انا شارياه جاهز من عند مستلزمات الحلواني. انا هاخد احط على وش الجاتو كده وابدا افرده بالاسباتوله بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين كده. انا بنزل من الكيس على طول، يعني ما حبيتش ان انا افضي في طبق ولا حاجه واقعد احط، قلت ايه انا هفتحه الكيس واحط منه على طول علشان يسهل معايا وانا بصب على الجاتو. هنا خلاص كنت تقريبا غطيت كل وش الكيك، وانا هبدأ ان انا احط الترانش بتاعي في المية السخنة، يعني سخنة سخنة. وبعدين إيه ابدأ اخد اطراف الجاتو بتاعي. احنا بناخد طبقة رقيقة جدا جدا، الطبقة اللي هي بتكون واخدة لون احمر. انا ما شلتوش قبل ما احشي بالكريمة علشان ما هدرش كتير من الكيك بتاعي. إيه اهو شايفين شكلها بقت عاملة ازاي. انا بقطع وبروح احط الترانش في المية السخنة وامسح بالفوطة واجي اقطع الطرف التاني. هنا خلاص كنت سويتها من 4 اطراف، وهبدأ اخدها بالطول كده اقسمها 2، وهبدأ بقى ايه ان انا اقطعها بالعرض زي ما تطلع معاكي بقى. طلعت الناحية طلعت 6 قطع، طلعت 7 قطع. هي في الطبيعي بتطلع معايا 6 قطع بس انا علشان كنت بعمل جاتوه اقتصاد زي ما انا قلت لكم، ففي كتير حبيت ان انا اخرج منهم 7 قطع، وما شاء الله كان حجمهم حلو، يعني ما كانوش صغيرين ولا حاجة.
انا جبت الورق اللي هو بتاع الجاتو بتاعي وهبدأ احط الجاتو عليه زي ما انتم شايفين. ودي واحدة تانية كمان برضو هبدأ اعملها بنفس الطريقة، برضو هعملها برضو بصوص الفراولة. هبدأ اغطي الوش وهاخد برضو الاطراف اقطعها، وبعدين هبدأ ان انا اقطع الجاتو بتاعي. اهو انا هنا بفرد صوص الفراولة بتاعي على وش الجاتو كله، بيدي طعم حلو قوي 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 للجاتو. وهبدأ اخد الاطراف بتاعه الجاتو اهو. وعلى فكرة الاطراف دي بتكون حلوة وبيكون طعمها حلو، يعني تقريبا زي قطع الجاتو الرقيقة. هي بتكون محشية كريمة وبيكون عليها صوص الفراولة، وهي كيك يعني حلو، مش زي الوش خالص ده بيتاكل. يعني لو عندك اي اطفال ممكن تديها لهم، ممكن تعمليها جاتو كوبايات برضو الاطفال ياكلوها، لكن مش بتترمي، الوش بس هو اللي بيترمي. وهبدأ برضو اخد بالطول واقطعها برضو 2، وهبدأ اقطع بالعرض. انا هنا بدأت اقطع في الجاتو بتاعي. بين كل تقطيعة وتقطيعة لازم بحط الترانش بتاعي في المية السخنة. يعني لو تلاحظوا تلاقوني بروح بالترانش بعيد عن الكاميرا وبرجع بيه تاني. انا هنا كنت بحطه في المية السخنة، انا جنب الشفشة وفي مية مغلية وبحط فيه الترانش علشان تكون قطعة الجاتوه متساوية. ولما باجي اقطع قطعة الجاتوه ما بنزلش بالترانش كده مرة واحدة، لا، انا بعمل زي ما اكون بعمل بمنشار، علشان لو نزلتي بالترانش مرة واحدة قطعة الجاتوه هتتهربد معاكي وهيبقى شكلها مش حلو، والكريمة هتلاقيها نزلت لتحت كده. لكن وانتي بتقطعي تعملي كأنك بتعملي كده بالمنشار. هنا بدأت اعمل دي كمان بصوص المانجا اهو. ابدأ افرد عليها صوص المانجا برضو وافرده عليها، وابدأ برضو اقطعها واكمل باقي الكمية مع نفسي بقى بعيدا عن الكاميرا، يعني علشان وقت الفيديو. انا هنا برضو هبدأ ان انا اقطعها برضو بنفس الطريقة، وهبدأ بقى اخد الكمية بتاعتي كلها وهبدأ اعمل عليهم روزتات بالكريمة، وهبدأ احط عليهم شوية من الكريسبي او المالتيزر وشوية كمان من الكريز. وزي ما انتم شايفين دي كانت الكمية معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.